الحمد لله العظيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن النفوس في رمضان تكون مقبلة على عبادة الله، وإن من أعظم ما يعين على الاجتهاد في التقرب إلى الله أن يعرف العبد ربه الذي يسعى لإرضائه، فإنه كلما ازداد له معرفة ازداد له طاعة، ومن عرف الله وقلبه سليم أحبه وعظمه. ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة الله ومحبته وعبادته، وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت، وأعمال الجوارح لإصلاح القلب. وإذا عرف المخلوق ربه اطمأنت إليه نفسه وسكن إليه قلبه، ومن كان بالله وصفاته أعلم كان توكله أصح وأقوى، وخوفه ورجاؤه أعظم. له سبحانه الكمال المطلق في كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجميع من في السماوات ومن في الأرض ينزهون الله عن كل عيب ونقص. قال سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وكلهم يسجد له. قال عز وجل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، حي لا يموت، جميع الخلق تحت قهره وقبضته، يميتهم ويحييهم، ويضحكهم ويبكيهم، ويغنيهم ويفقرهم، ويصورهم في الأرحام كيف شاء. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يدبرها كيف شاء. وقلوب العباد بين أصبعيه يقلبها كيف شاء، ونواصيهم بيده. لو أن الأمة اجتمعت لتضر أحدا والله لم يكتب ذلك لم يضره أحد، ولو اجتمعوا على نفعه والله لم يرد ذلك لم ينفعه أحد. يفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل والخلق يسألون، مهيمن على خلقه جميعا. مفاتيح الغيب عنده لا يعلمها إلا هو، أخفى علمها حتى عن الملائكة والرسل، فلا يعلمون من سيموت غدا أو ما سيحدث في الكون قبل أن يكون. ملك عزيز يدبر أمر عباده، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. ومن جملة شؤونه أن يفرج كربا ويجبر كسرا ويغني فقيرا ويجيب دعوة. قال عن نفسه: وما كنا عن الخلق غافلين. خزائنه ملأى ويداه مبسوطتان بالسخاء، سحاء الليل والنهار، ينفق كيف يشاء، كثير العطاء، واسع الجود، يعطي قبل السؤال وبعده، وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ويقول: من يسألني فأعطيه، ومن لم يسأله يغضب عليه. وأبواب عطائه فتحها لخلقه، فسخر بحارا وأجرى أنهارا وأدر أرزاقا، ساق للخلق أرزاقهم، فرزق النمل في قرار الأرض، والطير في الهواء، والحيتان في الماء. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورزقه وسع الجميع، فساق إلى الجنين رزقه وهو في رحم أمه، وإلى الجلد القوي في ملكه. كريم يحب العطاء والكرم، إذا سئل أعطى، وإذا رفعت إلى غيره حاجة لا يرضى. وكل خير فهو منه، وما بكم من نعمة فمن الله، رزقه لا ينفد. قال عليه الصلاة والسلام:
أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض أي لم ينقص ما في يمينه، ولو سأله العباد جميعا فأعطاهم ما سألوه لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. القليل من زمن الطاعة يكثره، فليلة القدر خير من 1000 شهر، وصيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر. وإذا أنفق العبد مالا ابتغاء وجهه رده له أضعافا مضاعفة، ويزيد في السخاء فوق المنى، فأعطى أهل الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا ترك العبد شيئا من أجله عوضه خيرا منه. علي كبير، الكرسي موضع قدميه، وقد وسع الكرسي السماوات والأرض، والسماوات السبع في الكرسي كدراهم 7 ألقيت في ترس، والكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري صحراء من الأرض. وعرشه أعظم مخلوقاته، وتحت العرش بحر، ويحمل العرش ملائكة، ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وربنا سبحانه مستو على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، وهو مستغن عن العرش وما دونه. قدرته شملت جميع مخلوقاته، وهي ضعيفة عنده وإن كبرت في أعين المخلوقين. فالسماوات يطويها سبحانه يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ ويجعل السماوات يوم القيامة على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والخلائق على أصبع، ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك. وإذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، وصعق أهل السماء، وأول من يفيق جبريل، والسماوات تخشاه سبحانه. قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن أي يتشققن خوفا من عظمة الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقلل الرزق ويكثره، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قوي لا يعجزه شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأمره كلمح البصر بل هو أقرب، وله جنود لا يعلمها أحد سواه. قلب قرى قوم لوط وجعل عاليها سافلها. ولما امتنع بنو إسرائيل عن قبول ما في التوراة رفع جبلا فوق رؤوسهم كأنه ظلة، وتجلى سبحانه لجبل فجعله دكا، ولما رأى موسى ذلك خر صعقا. والأرض إذا انقضى الدهر يرجها رجا، ويدكها دكا، وينسف الجبال نسفا. وبنفخة ينفخها إسرافيل يفزع الخلق، وبنفخة أخرى يصعقون، وبنفخة أخرى يقومون للحشر. وإذا نزل سبحانه لفصل القضاء تشققت السماء لنزوله تعظيما له وخشية. فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. فالله سبحانه فوق ما يمدحه المادحون، لا شبيه له ولا مثيل. عرف الرسل ربهم فأكثروا له التذلل والتعبد والخضوع، فكان داود صلى الله عليه وسلم يصوم يوما ويفطر يوما، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وهذا شهر الصيام والقيام. ومن سلك نهج الأنبياء نال السعادة والرخاء. والذنوب تضعف تعظيم الله ووقاره،
ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد ما تجرأ على معاصيه، وكل معصية فمن الجهل بالله. وأعظم عبادة يتقرب بها العبد من ربه هي توحيده وإفراده بالعبادة، فلا يسأل إلا هو، ولا يستغيث إلا به، ولا يصرف أي عبادة إلا له وحده. ومن أشرك وعبد مع الله غيره فما قدره حق قدره. ومن هداه الله لتعظيم الرب وإفراده بالعبادة وجب عليه أن يدعو غيره إلى توحيد الله وتعظيمه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المعظمين لله الخائفين الوجلين منه. اللهم ارزقنا معرفتك ومحبتك وخوفك ورجاءك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لرضاك، ووفقه وولي عهده للعمل بما فيه صلاح البلاد والعباد، وهيئ لهما البطانة الصالحة الناصحة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.